مساء الخير اعزائي المشاهدين، مع اخبار جديده معاكم على قناه صدق الخبر. معاكم اخبار النهارده كتير، وبنجيب لكم الاخبار كلها حصريه وجديده. اول خبر معانا النهارده هو انتقال ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي الى البنك الاهلي مقابل 12 مليون جنيه في السنه. طبعا كلنا عارفين ان ايمن اشرف كان خارج حسابات كولر في المرحلة الأخيرة وما كانش بيشارك كتير في المباريات. أيمن أشرف ابن النادي الأهلي تربى داخل النادي الأهلي، لاعب طول عمره كان مميز، وكان يعني بيسمع الكلام وما بتسمعش له صوت، مش بتاع مشاكل وكل حاجة. عشان كده انتقاله لنادي البنك الأهلي كان في منتهى الهدوء، وهو رايح وهو راضي عن نفسه، والاهلي طبعا قدره، وكمان العقد فيه نية البيع. الخبر الثاني اللي معانا، ما زال اصداء احتمالية انتقال امام عاشور للنادي الاهلي عاملة صدى واسع داخل الاعلام الرياضي في مصر. بس مش عارف، الاعلام الرياضي الزملكاوي عمال كل يوم يطلع لنا بحاجة جديدة، ده انتوا هتضحك عليكم، ده 50 مليون، ده ميتلاند طالب كذا. يا جماعة المشكلة كلها مش في عملية البيع والشراء والانتقال. هو احنا لما يكون عايزين لاعب بناخده من الزمالك يبقى اسمه ده اتضحك عليكم وي، وانتوا لو انتوا خدتوا صفقة زي عبد الله السعيد قعدتوا تغنوا عليها 4 ايام 5 ايام، مع انها ما حصلتش، وكان مجرد صورة، كان يعني كلفت النادي 40 مليون جنيه مجرد صورة التوقيع بس. فانا عايز اقول لكم ان الاهلي ما بياخدش اللاعب الا فعلا اللي هو محتاجه. يعني لو الاهلي ما بيدورش الا على لاعب يكون محتاجه في نفس المكان، لان زي ما احنا عارفين كلنا ان حمدي فتحي خلاص النهارده او بكره بالكتير مسافر على قطر، هينضم لنادي الوكرة. وكمان الخبر اللي كنا هنقوله في الموضوع ده ان نادي الوكرة هيبعت فلوس حمدي فتحي كلها كاش. يعني خزينة النادي الاهلي خلال الاسبوع الجاي ده هيخش لها اكتر من 6 مليون دولار تكلفة انتقال حمدي فتحي لنادي الوكرة، مكافأة بطولة افريقيا، كمان المكافآت الخاصة بالسوبر الافريقي كمان هيجي خزنة الاهلي. يعني الاهلي اصبح جاهز ماليا للصفقات بتاعته الموسم الجاي. ومش اي حد، زي ما قلت لحضراتكم هتسمعوا اخبار كتير. يعني احنا بنسمع كل سنة في الانتقالات ان الاهلي اشترى اكتر من 50 لعيب واسماء اكتر من 50 لعيب. لا، انا بقول لكم الاهلي مش هيجيب الا اللاعب اللي محتاج مركزه، اللي هو هيضيف للنادي في مركزه، اللي هو احتمالية وجود راس حربة. كمان النادي الاهلي بيدور على راس حربة، وبالذات لاعب يكون افريقي، وكمان لاعب خط وسط مدافع زي امام عاشور مثلا، وكمان في جناح ايسر الاهلي بيدور عليه، وكمان باحتمال يجيب حد ورا في الدفاع. هي دي الصفقات المحتملة اللي النادي الاهلي ممكن يعملها خلال فترة الصيف الجاي دي. لكن بقى كل الناس تقولك ده خد فلان وفلان وفلان، لا، ده كله مجرد اشاعات او بروباجندا بتحصل عشان الاخبار تنتشر واكتر. لكن انا معلوماتي ان الاهلي مش هيحتاج اكتر من 5 أو 6 لعيبة جداد الموسم ده، لان الاهلي عنده حاليا استقرار في تشكيلة الفريق وفي الاماكن كمان والاحتياطيين، وكلهم لعيبه على مستوى عالي، بدليل اخر ماتشين في الدوري والكاس اللي يعني انتوا شايفين الاهلي شارك ويعتبر الصف اللي ما بيلعبش خالص وعمل نتائج كويسه جدا. فالاهلي مش هيجيب حد الا اللي يكون محتاجه كويس. ده كلامي عشان حد الهبدور يعني يرتاح كده، والعالمي يرتاح شويه من الكلام على الفاضي. لا، الاهلي جاهز ماليا، الاهلي لو عايز يجيب اي لاعب هيجيبه، بس الاهلي مش بيدور اي كلام وخلاص. الاهلي عايز اللاعب اللي محتاجه، وانا اكون
محتاجه في المركز ده ويضيف لي اكتر. وده كان فيديو سريع النهارده عن اخر الاخبار، وهنقول لهم سريعا تاني. هو انتقال ايمن اشرف لنادي البنك الاهلي بنيه البيع، السنه ب 12 مليون جنيه. تاني حاجه سفر حمدي فتحي لنادي الوكره عشان يخلص اجراءات الانضمام لنادي الوكره. تالت حاجه كنا بنقول الرد على الناس اللي قاعده بغبغانات مش فاهمين حاجه، ان الاهلي مش بيشتري اي لاعب، الاهلي بيشتري الصفقه اللي هو محتاجها بس خلال الموسم. وده كان فيديو سريع معاكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. مع السلامه.